أهلا وسهلا كابتن سليم جبلاوي. قبل المباراة بنص ساعة كيف تحضيراتكم وكيف استعدادكم؟ اول شيء بالنسبه للبلاي اوف، برايي انا وسطوا الفرق اللي هن اجدر او الاحق بالوصول لهالبلاي اوف، او الاربعه الكبار او الاربعه الافضل. يعني اي تسميه بتلبق ولهالفرق الاربعه، كان الكرامه او اتحاد او وحده او حطين. مباراتنا اليوم هي اكثر من مباراه بالنسبه لنا. الحقيقة على ما بتنقاس بالدوري السوري من زمان. يعني من زمان لعبة كرامة وحطين هي معناتها مباراة متعة، مباراة تحدي، مباراة قوة، فيها أهداف، فيها مستوى فني جيد. هي بتعني لنا كتير يعني مباراتنا مع الكرامة. والنقطة الثانية انه نحن بمركزنا هذا اللي دخلنا فيه على البلاي اوف، المركز الرابع، نحن اقل، برأيي أنا نحن أقل ضغط من فريق الكرامة. الكرامة مطلوب منه أنه يحافظ على الصدارة، بينما نحن عندنا دافعية وعندنا حافز أنه نحن نحسن من مركزنا بالبلاي أوف. وإن شاء الله هذا اللي بده يصير من خلال 3 مباريات اللي راح نلعبهم بالبلاي أوف. كابتن في غيابات بالفريق عندكم؟ الحمد لله ما في غيابات أبدا، لا نهائيا، الحمد لله كل فريق سليم بدون إصابات. والإنذارات مثل ما بتعرف في إلغاء لكافة الإنذارات كانت بدخول البلاي أوف. كابتن انتوا بتوعد جمهورك انه تحققوا شيء هالبطولة ان شاء الله؟ ان شاء الله. على اللي شفناه من اللاعبين بعد ما حققنا الحصول على المركز الرابع بدخول البلاي اوف، شفنا بعيون اللاعبين وبنفسيتهم الاصرار انه هن يعملوا شيء. ونحن كجهاز فني عنا بنستند بشكل كبير على هالمعطيات. ان شاء الله تعالى اليوم راح نشوف مباراة كبيرة بقدمها فريق حطين. كلمة أخيرة ان شاء الله بتمنى اول شيء تطلع مباراة بتليق باسم الناديين، بيطلعوا اللاعبين ان شاء الله تعالى بخير وسلامة من المباراة، هي الاهم. وبنطلع ان شاء الله تعالى رضيان عننا جمهورنا وعن الاداء والنتيجة بعد المباراة باذن الله.